السلام عليكم. تعالوا النهاردة يا جماعة نعمل طبق من أحلى الأطباق على سفرة رمضان، اللهم بارك. كباب الحلة. إزاي يطلع باللون البني البراوني الجميل ده من غير ما تحطي ديمجلاس ولا أي حاجة، وإزاي اللحمة تبقى دايبة كده، وكمان الصوص يبقى تقيل بالشكل ده وكله طبيعي منه فيه. دي كده لحمة كباب حلة من عند الجزار، ودي تقطيعة الجزار. انسب قطعة الكباب الحلة وش الفخدة، بتبقى ناعمة جدا وما بتستحملش النار، يا دوبك تقلبتين تلاتة على النار وتكون استوت. وكمان الدهون بتاعت وش الفخدة بتبقى قليلة جدا، زيرو فات يا جماعة. بجيب الكيلو الكباب الحلة من عند الجزار بتقطيعته دي والأنسجة الناعمة بالشكل ده، بشيل بس حتة الختم، وبعد كده بقطعها مكعبات صغيرة، وده بيبقى أصل تقطيعة كباب الحلة بالشكل والحجم اللي انتوا شايفينه ده. التقطيعة بتاعتك تبقى عكس الأنسجة بتاعت قطعة اللحمة، يعني قطعة اللحمة أنسجتها ماشية بالعرض، انت اقطعيها بالطول. شايفين بقى المكعبات الحلوة؟ احنا النهاردة هنعمل كباب الحلة على أصوله بتاع ست الحبايب بتاع زمان، وعشان كده هستخدم كمان النهاردة بهارات حراز شيخ العطارين، أقدم عطارة في مصر يا جماعة. بجد من ساعة ما استعملتها وهي بقت ايدي اليمين في المطبخ. اول حاجة هحط معلقة سمنة بلدي كده حلوة تسخن كويس قوي، وبعدين انزل باللحمه اللي اتقطعت. وعشان تعرفي تقطعي التقطيعه دي كويس لازم اللحمه تحطيها في الفريزر حوالي ربع ساعه، وبعد كده هحط عليها رشه فلفل اسود من بهارات حراز. بصي البرطمان كانه برطمان توابل ملاح، هتلاقي البرطمان فيه كل الاوبشنات ما شاء الله. وما خبيش عليكي، مجرد ما بتحطي رشه من الفلفل الاسود بتقعدي تعطسي، لان ده فلفل اسود بتاع زمان الاصلي، البهارات بتاعته كلها فعلا فعلا الأصلية، والله اللهم بارك عليها. بفضل أكرمل في اللحمة تاخد لون غامق، وعايزة اللحمة تتلسع. بعد كده بجيب حوالي 3 بصلات، وبرضو بحط عليهم الفلفل الاسود النقي جدا بتاع بهارات حراز، واحط كمان من بهارات خلطة اللحمة او اللي هي توابل اللحمة، بهارات اللحمة ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. واحط كمان شوية من البابريكا المدخنة، هتدي طعم ولون حلو قوي للحمة. وكمان ملح الهيمالايا اللي هو الملح الصحي موجود برضو عند حراز. جبت البرطمان ده، وزي ما انت شايفة وفر عليا ان انا اجيب برطمانات توابل، يعني من نفس البرطمان بستخدمها على طول. ورشة سكر، كل ده على البصلة. افضلي بقى، ده سر بقى حلو قوي هتدعيلي عليه من قلبك، ادعاكي في البصلة بالتوابل لغاية ما تحسي ان البصلة طريت وهتجيب ميتها. بحط معلقة صغيرة توم مفروم على البصلة، وافضل ادعك كده بايديا لغاية بصي شايفة مية بتوابل نازلالي من البصلة، تكون اللحمة بقى ايه كأنها تتلسع بقى. اروح نازلة بالبصلة اللي متبلة كويس قوي على اللحمة بالشكل ده. خلي بقى اول ما البصلة تبتدي تنزل ميتها، مين اللي هيشرب المية اللي متبلة الحلوة دي؟ اللحمة. وبعد كده تعالي هاتي طماطمتين ابشريهم بالمبشرة على ما البصل واللحمة ياخدوا ويدوا مع بعض. انا لسه ما حطيتش اي مية. ابشري كده الطماطم، وهاتي قرنين فلفل رومي ابشريهم برضو بالشكل ده، ما بقطعش حاجة بالسكينة غير البصل بس. بصوا، ده بشر طماطم بميتها على بشر الفلفل الرومي، طماطمتين وقرنين فلفل رومي. بعد كده نص قرن بس فلفل حامي بالبذر بتاعه زي ما هو كده. اتفقنا ان الحلاوة كلها بتاعت الفلفل الحامي في البذر. تعالي بقى بصي هنا كده، ما ضفناش ميه خالص، البصله هي اللي ابتدت تدبل ونزلت ميتها. ننزل بالطماطم المبشوره، وكمان الفلفل الرومي المبشور مع قرن الفلفل الحامي او نص قرن كفايه، وبالشكل ده. وقلبي بقى، ها شميتي الريحه ولا لسه؟ هنا كنت ضفت يا جماعه كوبايه ميه سخنه بس ما جاتش الحته دي، لازم تحطي بقى بعديها كوباية مية سخنة. شايفين الصوص لونه عامل ازاي؟ بصوا الحركة اللي انا بعملها دي، وقولوا لي في الكومنتات بعملها ليه قبل ما تكملوا الفيديو. باخد حوالي كبشتين 3 كده من الصوص الجميل ده لوحدهم على جنب، وبعد كده اكمل تسوية كباب الحلة على نار متوسطة. لغاية دلوقتي كانت النار عالية، باخد بقى شوية كده
ويا ترى ليه، يا ترى يا هل ترى هعمل بيهم ايه؟ شايفين بس بذمتكم الاول، تعالوا لي كده، شايفين لون الصوص عامل ازاي؟ البني الجميل ده، وشايفه القوام التقيل. ولا يا اختي هنضيف دقيق ولا نضيف كريمه ولا اي حاجه خالص، هنعمل كباب الحله منه فيه. شايفين الجمال والحلاوه؟ تعالي بقى دلوقتي اعرفي السر. هنجيب حله واحط فيها معلقه سمنه على معلقه زيت، وسخنهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. وهعمل ايه؟ كيلو رز مغسول ومتصفي. بنزل بالرز على الزيت والسمنه، ولازم يكون متصفي كويس. اوعي تنقعي الرز المصري. الرز المصري بتاعنا يا جماعه ما بيتنقعش. الرز المصري بنغسله ونصفيه ونشتغل بيه على طول، عكس الرز البسمتي بالشكل ده. وهحط شوية ملح صغيرين على الرز، برضو من الملح الصحي، ملح الهيمالايا اللي جبته برضو من عند حراز. وبقلب كده بالشكل ده. لازم تشوحي بقى الرز في المادة الدهنية، طلعي منه الرطوبة كلها اللي خدها وهو بيتغسل. بس كده حلو قوي. نضيف بقى شوية ملح صغيرين، ونقلب تاني اكتر واكتر لغاية ما الاقي الرز نشف معايا تماما. الملح ده حلو قوي يا جماعه، يا ريت تجيبوه بجد وتستعملوه في كل الاكل. ده ملح صحي اسمه ملح الهيمالايا. بصي قلبي بقى كويس قوي كده لغايه ما تحسي ان الرزايه ابتدت تنشف، مفيش اي سوائل في الحله، وصوت الحله ابتدى يطشطش كده معاكي. تعالي بقى شوفي السر بقى. هنعمل احلى شويه رز جنب كباب الحله بايه؟ بشويه الصوص اللي خدناها من كباب الحله. بس كليلي احلى شويه رز يتاكلوا حاف كده لوحدهم. قلبي بقى كده وانزلي كده بشويه ميه سخنه، ولغايه ما تدي العقد المظبوط للرز. بس في الاول بنزل بالصوص الاول. شايفين لون ميه الرز؟ تعالي بصي بعد ما تشرب، شوفي حتت البصل على فتافيت الطماطم المبشوره على الفلفل، وادى ريحه يا جماعه وهو بيستوي. اللهم بارك. شايفين الشكل؟ تعالوا بقى نغرف السفره بتاعتنا على بعضها. كباب الحله خد بالظبط نص ساعه على نار هاديه، وقبليها كان في ربع ساعه على نار عاليه، يعني خد حوالي ساعه الا ربع. خد ميه قد ايه؟ خد مني كوبايتين ميه. بصوا الجمال والحلاوه. ونغرف بقى السفره بتاعتنا، والف وهنا وشفا على قلوبكم يا رب. اللي لسه ما اشتركش في القناه بعد العمر ده كله عيب والله. لازم نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد بأمر الله. سفرة كاملة متكاملة. عايزة شوية سلطة جنبيها أو أي مخلل، وعيش طري من الفرن عشان الصوص ده لازم يتغمس. وعملت جنبيها كمان شوية لسان عصفور. وكده عملنا فطارنا النهاردة، وساعدنا فيها بهارات حراز شيخ العطارين. كل حاجة عنده 10 على 10. من أول ما استعملته من أول رمضان، كل حاجة عنده ما بقتش أقدر استغنى عنها أبدا يا جماعة. هسيب لكم اللينك في الكومنتات. هاتي البهارات والتوابل من عند حراز، وانسي بقى، انسي مشاكل انا ليه ماليش نفس حلو في الاكل. هتعملك فعلا النفس الحلو في الاكل.